السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكريسماس، هو يعني ايه الكريسماس؟ وفيها ايه لو احتفلنا مع صحابنا المسيحيين بالكريسماس؟ ركز معايا في الكلمتين دول عشان الخص لك الموضوع كله في السريع. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: إن الله لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني ايه الكلام ده؟ زميلك المسيحي حد توفى عنده، تروح وتعزيه. طب زميلك المسيحي نجح في حاجة معينة، تروح وتبارك له. زميلك المسيحي عنده أمر معين وطلب منك المساعدة، تروح وتساعده وتعمل اللي عليك معاه. والنجاح في الدراسة بقى وتعزيه في ميتهم ويهديك وتهديه من غير ما تشاركهم في أعيادهم الدينية. علشان كده مش هنلاقي حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم بيهني اليهود أو النصارى اللي هم المسيحيين بأعيادهم، بل بالعكس، ده انت هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيخالفهم في كل حاجة، لدرجة ان احد اليهود قال: ما يريد هذا الرجل أن يدع أمرنا في شيء إلا خالفنا فيه. أنت متخيل؟ ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفكر في فكرة عشان يجمع الناس للصلاة قبل تشريع الأذان، اقترح عليه البعض أن يستخدم البوق، قال هذا من أمر اليهود وما وافقش على الكلام ده. اقترح عليه البعض الآخر أن يستخدم الناقوس، قال هذا من أمر النصارى ورفض برضو الكلام ده. زي ما انت شايف يا اخويا، النبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا على ان المؤمن بالله يخالف اليهود والنصارى والكفرة بشكل عام. فما تجيش تقول لي دي وحدة وطنية، ما تجيش تقول لي ده تعايش. ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في حاجة اسمها وحدة وطنية. ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في حاجة اسمها هنهنيهم او نعيد عليهم ما دام كده كده الايمان في قلوبنا. ازيدك من الشعر بيت. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان في المدينة ولقى اليهود بيصوموا يوم عاشوراء. طب النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم: انتوا بتصوموا اليوم ده ليه؟ قالوا: لأن هذا اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا موسى من فرعون. طب النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ يقول لهم كل سنة وانتم طيبين ويحتفل معاهم ونقول وحدة وطنية، ولا يقول للصحابة رضي الله عنهم يلا بينا نتخذوه عيدا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بموسى منكم، يعني احنا اكثر اتباعا لموسى منكم. خدت بالك انت؟ بيقول لهم كده في عيدهم. وقال للصحابه رضي الله عنهم: صوموا عاشوراء، اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوموا قبل ما يشوف اليهود في المدينه اصلا. خدت بالك ان رغم اليهود ما بيقولوش ان المسيح ابن الله، وبرغم ان المخالفه اتحققت بعدم اتخاذه عيدا وعدم التهنئه، امر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم تسوعاء، وبقى صوم تسوعاء مستحب. فزي ما انت شايف كده يا اخويا، مخالفه في مخالفه في مخالفه في مخالفه. باختصار كده يا اخويا، سيب النصارى في حالهم، في كنايسهم، في اعيادهم، في كل حاجه من دي. لا تشاركهم بقى في تهنئه ولا احتفال ولا كل الكلام ده. فلما تلاقي حد بيقنعك ان تهنئه النصارى حلال في اعيادهم، اول حاجه تعملها ترفع ايدك وتدعي له بالهدايه. الحاجه التانيه اللي انت تقول له: هات لي حديث واحد من السنه النبويه بيقول ان ده حلال. طب بلاش حديث، قول له هات لي اثر واحد للصحابه رضي الله عنهم ان ده حلال. تمام كده يا اخويا؟ يبقى يا حبيب اخوك ما تقوليش انا هتصور جنب شجره الكريسماس وماليش دعوه بيهم، ولا تقول لي انا هلبس احمر، ولا تقول لي انا هلبس بابا نويل، ولا الكلام ده كله. ده انت عشان مسلم واجب عليك انك تخالفهم. يا جدعان احنا بنتكلم في بديهيات، والله احنا بنتكلم في ثوابت. بس اقول ايه؟ البعد عن الدين والله والله يعمل اكتر من كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.